قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. ذكر علماء الأدب أنه ذات مرة كان رجل ممن يعرف بالفهاهة، فهاهة اللي هي ضد الفصاحة. كان مرة مع ابنه في الحمام، الحمامات العامة قديما كانت في الميادين، وكان الرجال يذهبون إلى الاستحمام في هذه الحمامات. الرجل ده معاه ابنه، فابنه داخل في الحمام بيستحمى، وبعدين الأب منتظر الابن على باب الحمام، وبينما هو واقف إذ جاء أفصح الناس خالد ابن صفوان أبو صفوان، وكان خطيبا بليغا مفوها. فوقف خالد بجانب هذا الرجل ينتظر أيضا دوره، فأراد الرجل أن يعرف خالدا أنه فصيح أيضا، وأنه يتكلم أيضا بالبلاغة، فنادى ابنه وقال له: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك. ثم التفت إلى خالد كالمتباهي وقال: يا أبا صفوان، هذا كلام قد ذهب أهله. مش حد بيتكلم له عربية، أنا وأنت بس اللي بيتكلم له عربية. وبيقول لي: يا بني ابدأ بيداك ورجلاك، مش بيديك ورجليك، أي واحد فاهم ألف به يعني في العربية. قال: يا أبا صفوان، هذا كلام قد ذهب أهله. قال: هذا كلام لم يخلق الله له أهلا قط.